ماركو أسينسيو. جول جول عند الدقيقة 7 فقط. ماركو أسينسيو. تحية طيبة إليكم من جديد أعزائنا متابعي قناة النهار 24. ريال مدريد اكتسح إيتشي ب4-0. ما نطولش لكم، نخليكم تشوفوا المقابلة ونرجعوا في الاخر. هو ما تنسوناش من جيم لايك تبارطاجي الفيديو مع الحباب ديالك اللي ما شافوش المقابلة، واللي ما اشتركش يشترك معنا ويضغط على الزر الجرس حتى يصلكم جديدا. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي انساتي سادتي، ايها الاحبة الكرام مشاهدي قنوات بين سبورت الاعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واسعد الله اوقاتكم جميعا بكل خير. اهلا ومرحبا بكم معنا الى سهرة اخرى من سهرات الليغا. احنا اليوم في معقل ريال مدريد في ملعب سانتياغو برنابيو الى العاصمة الاسبانية. 56 نقطة لذلك فريق إلتشي، لكن إلتشي يتعرض ما عنده شيء يخسره على الاطلاق. خلاص هو في المركز الاخير، ما عنده استحقاق بالجول الاول، ربما الجول الاول، ولكن الكرة كريم بنزيما تضيع ويتقدم بالتالي المدافع. تعود مرة اخرى لناتشو، المدافع تعود مرة أخرى. الله حلوة من لاعب يسجل قدام كليرك ينقلها، ولكنها مقطوعة. حلوة لكنها مرت سريع عند النقطة رقم 38 لقيادة إلتشي. هنا المدرب الجديد. نظرة تأتي من ماركو أسينسيو. جول عند الدقيقة 7 فقط. ماركو أسينسيو يتقدم وينصر ريال مدريد. والله يا اخي ما من المباراة اعتقد الوضع في غاية الصعوبة، لكنه مو مستحيل. الكرة اللي تحولت، وهذا اللاعب فيدل يعمل الان اجني. رودريغو يتقدم يحولها التسديدة، ولكن عند حارس المرمى بديع. كريم بنزيما يسدد من رايو فايكانو. رودريغو يتقدم، رودريغو الى بنزيما، تضيع من بنزيما. يتقدم كريم بنزيما ويلعب ايضا بادوار كبيره رائعه في إلتشي. ميليتاو كرة اللعب، محاولة الريال وتسديدة فالفيردي، لكن الكرة الى خارج ارضية الملعب. كرة سريعة إلى الأمام، ممتاز جدا لهذا النادي طبعا على اسم المدينة. مباشرة إلى كليرك والباس السريع بمتابعة داني كارفاخال. الركنيات اللعبة رودري طولها، خلاص انتهت. هو عقد العزم على أن لا زالت حاضرة وتبدو خطيرة، لكن يتقدم داني كارفاخال وتسبق صفرة حكم المباراة إلى قدم داني كارفاخال يحول الكرة بلنتي. ركلة جزاء لريال مدريد، ما يبي لقدم كريم بنزيما. جول كريم يسجل الجول الثاني لمصلحة ريال مدريد. الهدف أن يتعادل في هذه المباراة، بل هو فريق الآن يحاول حتى أن يسجل. يتقدمون في هذه اللقطة. سنسيو صارت خطيرة، ممكن إذا مر، لكن أمام المدافع المتراجع، ولكن لا تعلم ربما الوضع. يحاول الآن، كرة تحولت، حلوة تسديدة قوية. لذلك والله شوف الركنية أولا الرأسية، لكن إلى خارج أرضية الملعب. يعني لبرشلونة يلعب الركنية خطيرة أمام المرمى، ولكن يتقدم ينقل الكرة، رشح ربما لتسجيل الهدف الثاني. فيدل ينقل كرة عالية حتى مع ريال مدريد. ألابا يتقدم، لاحظ معي كرة قوية جدا، كاد
حكم المباراة جيد، عنده سنسيو لكنه محاط بأكثر من بنزيما إلى رودريجو بلنتي. اي والله يمكن مشروع الهدف الثالث. ركلة جزاء ثانية لمصلحة ريال مدريد. الأولى غير الزاوية، يمكن يغير الزاوية، غير الزاوية كريم بنزيما وسجل الهدف الثالث لمصلحة ريال مدريد. الهدف الشخصي الثاني له في هذه المباراة، ومن ركلة الجزاء الثانية يتقدم ريال مدريد لعبا ونتيجة. يعني ربما انتك هي تشكيلة الفريق يمرر كان بنزيما أضاع يقاوم بعمل لاعبين آخرين. يمكن كرة مرت، وهنا محاولة رودريجو أيضا بديع. اللاعب يمكن حتى في هذه اللقطة يمكن على أساس تصل إلى إكليل المواسم الدوري. مايرين بنزيما، كان بنزيما يتقدم يسدد أيضا بديع. حلوة يا بديع يتألق يعني أخرى. انطلاقة فالفيردي كبير، محاولة طويلة، وبالتالي بكم باثنين. الله كان ممكن تنتهي، لا زالت قائمة، لا زالت حاضرة. عدد النقلات الهائل، أعتقد أكثر من 20. كامافينجا يلف صعب، اللفة جميلة ولكن تسدد مباشرة الشوط الثاني. لكن بالتالي هؤلاء اللاعبين مع هذه التسديدة أيضا يرفضها. حلوة والله يا بديع، عجبني بديع. يغادر داني سيبايوس، يغادر اسينسيو نفسه يتقدم. كل المباريات بالمناسبة فينيسيوس سوسيداد إلى اللاعبين، كل اللاعبين، يمررها ريال مدريد في مدريد. ويمكن إلتشي يخسر لاعب في ريال مدريد بقيمة كريم بنزيما. آخر مباراة على فياريال، التسديدة تأتي من الله تحية طيبة إليكم من جديد أعزائنا متابعي قناة النهار 24 التابعة للموقع الإخباري النهار 24. كما لاحظتم وشاهدتم، ريال مدريد كان في القمة كعادته، استأسد بعد عودته من موندياليتو الذي نظم في المغرب. تحية إليكم من جديد وإلى اللقاء. غير ما تنسوناش من جايم لايك، واللي ما اشتركش يشترك معنا وبارطاجي الفيديو مع الأصدقاء والأحباب ديالو. وشكرا لكم، ونضرب لكم موعدا في القادم من الفيديوهات.